صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 6 من الافتتاح الإنجليزي اللي بيبدأ لما أنا بلعب السي 4. هيلعب هو النهاردة، وفي التفريغ بتاع النهاردة الإي 6 ودفاع اسمه أجن كورت ديفنس. لعله لما يلعب إي 6 حضرتك تقول طب ما هو واضح هو عايز يلعب الدي 5 في وقت من الأوقات. أقول لك ده احتمال وارد فعلا. أطور النايت بتاع الإف 3، تقول لي الله احنا متعودين دايما بنطور النايت بتاعنا للسي 3، ليه النهاردة عملنا كده؟ هجاوبك بعد ثواني. ولما يلعب هو الدي 5 اكل؟ لا، انا عايزه هو اللي ياكل، عايزه يديني البدأ المركزي بتاع الدي مقابل بدأ الطرفي عندي اللي هو بتاع السي. فانا مش هاكل، انت حضرتك كل. انا هلعب الجي 3 وعايز افنكت البيشوب. طور النايت بتاعه، افنكت البيشوب، يطور البيشوب بتاعه، انا ابيت وهو كمان يبيت. بعد كده انا العب الدي 4 وبكسب مساحه اسطوريه في السنتر. ويقول لك كفايه عليك سنتر بقى. وانا اطور الكوين بتاعتي للسي 2 وعايز اخد استعيد البدأ بتاعي، وعشان كده ما لعبناش النايت بتاعنا للسي 3 عشان ما تبقاش مغطيه على الكوين. يلعب هو الاي 6 وعنده طموح انه يلعب بعديها ايه بالظبط كده البي 5. العب انا على طول اي 4 واقول له مفيش بي 5. يطور البيشوب بتاعه وانا استعيد البدء بتاعي. يعمل بقى مجموعة من المناورات الثعبانية بهذا البيشوب. انا اطور البيشوب بتاعي ماليش دعوة. يضايق الكوين، الكوين تبعد. يضايق الكوين تاني، ده انت رخم بقى، الكوين تبعد. بعد كده يقول لي البيشوب بتاع سيادتك بيعمل ايه هنا. الانجن بيقول لك كل. انت هتلعب في وقت من الاوقات الاي 3، هتلعب في وقت من الاوقات الاف 4، وبالتالي البيشوب بتاعك اللي ماسك المربعات السوداء هذا قطعة مش جيدة. يعني هو باد بيشوب، تخلص منه. لو رجعت هتلاقيه بيتطور النايت وبيستفيد يعني بيكسب انتشار. طب ليه؟ نسمع كلام الانجن ونسمع كلام الجراند ماسترز، اللعبة اللي بيلعبوها في الشكل دوت، وبيتخلصوا من البيشوب ده لانه يقولك البيشوب دوت بيشوب ضعيف او سيء. يستعيد بالبيشوب بتاعه. حضرتك تجيب الرخ بتدعم هذا البيدق اللي كان مضغوط عليه بقطعتين، البيدق بتاع الدي عند حضرتك يعني. وهو لما بيلعب لعبة زي الاي 5 بهدف ان هو عايز يطور النايت بتاعه، يجيبه يعني لمربع الاي 3، ومن الاي 3 يحطه لمربع ايه البي 4، ويبقى كده طور النايت بتاعه بالشكل دوت. انا اطور النايت بتاعي، البيشوب بتاعه يرجع عشان النايت بتاعي لما تطور بهذا الشكل كان ضاغط عليه. الكوين بتاعتي بقى بطورها وبوفر حماية لهذا البيدق لأنه لسه مضغوط عليه بقطعتين بالبيشوب وبالكوين بتاعت خصمي. الأستاذ يطور الكوين بتاعته، أطور النايت بتاعي. ولما ينزل هو بهذا الكوين تقول تكسر يا عم، أقول له أكسر بكل ممنونية. ولما هو ياكل أنا أزيح عليه. البيشوب يجي يهدد هذا. طبعا أنا زحت البيدق اللي فات دي ما قلتهاش عشان خاطر كان البيدق بتاعي مضغوط عليه بقطعتين بالرخ وبالبيشوب. لما زحت البيدق يطور هو البيشوب بتاعه، ضغط على النايت بتاعي بسيطة. نقلت النايت التاني، حميت النايت بتاعي وحطيت الجوز نايتس عندي في أماكن مهمة جدا. وزي ما انت شايف جوز النايتس أقوى بكتير من إيه، من الفيلين. الفيلين عاملين إيه، مقفول عليهم وحياتهم بائسة. طور الرخ بتاعته وأنا أقوي هيكل البادئ بتاعي. الرخ بتاعته يعمل حاجة اسمها بقى روك ليفت، إن هو يرفعها بالشكل دوت، عايز يكتفها. وأنا أقدم دعم أكبر للنايت بتاعي وبهاجم على جناح الملك عنده. عايز بقى ينشط ماك يدخله في الهجوم، احنا خلاص في اند جيم. هجيب الرخ التانية بتاعتي في العمود النص مفتوح. طور النايت بتاعه. وانا لما اكل بهذا الشكل هو ممكن ياكل بهذا الشكل، وانا ممكن اكل بهذا الشكل، يقوم الاستاذ ياكل. النايت بتاعي يجي ضغط على الرخ، الرخ تاكل وانا اكل، ويستمر التفريع بقى. ولو حضرتك لا تعرف هذه اللعبة، هو ياكل فانت تاكل بدأ ومهدي بدأ التاني، تيجي الرخ ممكن ياكل هو النايت، وبعد كده تيجي الرخ مثلا ترجع انت تهدي البدء التاني ويستمر التفريع. ولو فتحنا الانجن بيقولك يا سيدي في 4/10 بحالهم لصالحك. حلو ورضا، محدش لاقي في هذا الزمان. وكان هذا التفريع الأول في الحلقة بتاعت النهاردة. تعال نرجع للأول. سي 4 يلعب هو الاي 6. أطور النايت. شوفنا اللعبة دي وغطيناها وقلنا اللعبة دي بتتلعب في حوالي 60% من الحالات. تعال نشوف اللعبة بتتلعب في 30% من الحالات. النايت الاف 6. هلعب نفس الألعاب بتاعت الجي 3. يلعب هو الدي 5. أفنكت البيشوب، يطور البيشوب بتاعه، أبيت هو يبيت. ألعب الدي 4 ياكل، أطور الكوين. الله،
ده نفس التفريع اللي فات بالملي. اقول لك ايوه، هذه اللعبه بنت حلال مصفي، هي نفس التفريع اللي فات. نرجع للاول. طيب سي 4 اي 6 ودفاع اجنكورت. اطور النايت بتاعي. شفنا ديت؟ شفنا ديت. تعال نشوف بقى اللعبه اللي بتلعب في حوالي 4% بس من الحالات الاف 5، وفيها فكره برضو مهمه. اف 5 يعني هجوم على جناح الملك عندي. اعمل ايه؟ انا على وضع زي ما انا بلعب الجي 3 وهفنكت البيشوب. طور النايت، افنكت البيشوب، نايت زي ما هي ما اتغيرتش. طور البيشوب بتاعه، انا ابيت هو يبيت. بعدين العب الدي 4 برضه نفس الشغل بتاع المفروض ما غيرتش فيه حاجه. باخد سنتر ممتاز. هو في الحاله دي بيلعب لعبه دي 6 وانا بطور النايت بتاعي. كوين بتاعته تروح للاي 8. كوين تروح للاي 8 ليها فكره واحده، عايز يأكد فكرته انه ناوي يهاجم على جناح الملك عندي. هيوديها طبعا بعد كده لمربع، ممكن جي 6، ممكن اتش 5، على حسب الظروف وعلى حسب الاحتياج بتاعه. طيب انا عايز افتح البيشوب بتاعي وبقوي هيكل البيادق. يلعب هو على طول الاي 5. اطور البيشوب بتاعي، وبيلعب هو الاي 5 ليه؟ عايز يطور النايت بتاعه في المربع بتاع الاي 6، فبيزيح البدء الاول، وبعد كده هينقل النايت بتاعه لما الوقت يسمح لمربع البي 4. نهايته يطور النايت بتاعه. طب هو كان ينفع يطوره كده، بس كنت انت هتضايقه بقى وياكل فانت تاكل يعني هو ما حبش هذا الامر. طيب هو لعب ايه؟ احنا قلنا بقى هو هيطور النايت بتاعه للاي 6 ومنها للبي 4 عندما يسمح الوقت. اجيب الرخ بتاعتي انا في الاي 1 وعايز ازيح او العب الاي 4. عايز اخلص البيضه بتاع الاف ده، عامل لي ازعاج الصراحه. طب هو الكوين بتاعته زي ما اتفقنا بيفكر يكمل فكرته الرئيسيه، الا وهي الهجوم على جناح الملك عندي. وانا العب الاي 4 ياكل بالنايت، انا اكل بالنايت، ولما ياكل بالبيضه اطلع استعيد بالرخ وانشطها والدنيا جميله خالص. يحط النايت بتاعه في مكان كويس في المعسكر بتاعي. طب معلش، هو ليه ما اكلش كده؟ عشان خاطر تطلع بهذا النايت والبيشوب للاسف الكوين بتاعته ملهاش مكان تروح وهيخسر. فهتروح فين؟ اي حته هتلاقي المربعات كلها متاخده، وبالتالي هو ما كانش يقدر ياكل هذه الرخ. طيب هو بيطور النايت بتاعه. الكوين بتاعتي تيجي ورا الرخ، وفي ضغط قوي على البدء بتاع الاي بالكوين والرخ. يقول لي طب ايه يعني؟ ما انا حاميها انا كمان بالكوين وبالبيشوب بتاعي. ويطور البيشوب بتاعه. اقوم انا اعمل ايه؟ اطور البيشوب بتاعي وباصبح البدء بتاع الايه عنده هيسقط. يقول لي طب انا ههدد الرخ، طب انا هاكل بكش. يقوم الاستاذ ياكل، اقوم اكل انا بالرخ. يجي بكوينه ضاغط على البدء عندي بتاع التي، انا اكل. اسف، هو بيحمل البدء بتاع الدي عنده، بعتذر. ويستعيد الاخذ بهذا الكوين، وانا في هذه الحالة معايا بدء زيادة. اعمل ايه؟ اجبره على التكسير. لا يستطيع ان يهرب من فكرة التكسير باي شكل من الاشكال. هيعمل ايه يعني لو رجع بهذا الشكل مثلا؟ طب ما انت ممكن تفتح كش بالكشف وهات الوزير. وبالتالي احسن نقلة له ان الاستاذ ياكل وانا باكل. اكسر بكش. النايت بتاعك بيعمل ايه؟ النايت يرجع مهدد البيشوب. البيشوب يخرج بره التهديد. الرخ تنزل ضغط على البيدق بقطعتين، بالنايت يعني وبالرخ. ويستمر التفريع بقى. طبعا انا البيشوب بتاعي ضاغط كمان على البيدق عنده بتاع الايه. نفتح الانجن، الوضع ايه يا عم؟ يقول لي الوضع صفري ومفيش ادنى مشكله خالص. كان تفريع دمه خفيف. حقه يقال الاف 5 تفريع بيتلعب قلنا بشكل اقل مقارنه باول تفريعين اللي بيتلعبوا تقريبا في معظم الحالات، ولكن نبقى خدناه برضو لانه في فكره مختلفه، الا وهي الهجوم على جناح الملك عند حضرتك. اتمنى تكونوا استمتعت واستفدت من الحلقه دي. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي الكورس وتشوف الكورسات الجايه. اشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.